طل العام بالبشرى ينادي، ويغسل بالهوى حزن الفؤاد. يقول لنا كفاكم ما حزنتم، ففجر السعد لاح بكل وادي. حبيبي والمنى في القلب تزهو، كزهر الروض في وقت الحصاد. سنمضي واليقين لنا دليل، ونزرع حبنا في كل نادي. عام مبارك ينساب عطرا. سنة سعيدة للجميع. الحلقة 9 من باب الشتاء. من فضلك تذكرتان إلى المدينة الغربية، الرحلة الأقرب. تفضلنا، الحافلة بعد 10 دقائق. أريد أن أسألك، حين كنا هناك سمعت سعاد تتحدث عن زواج، لم أفهم شيئا. بصراحة لم أنتبه كثيرا، كان ذهني مشغولا، لا أعرف التفاصيل. كنت أظن أن الأمر مهم. بدا صوتها غريبا. بعد قليل نتصل بها ونعرف أخبارها بهدوء. إنه سمير. سمير؟ نعم. ليلي، أحمد بخير الآن، الأطباء يطمئنوننا، لكنه ما يزال تحت المراقبة. الحمد لله، أنا في الطريق، لن أتأخر. بعد الحافلة نأخذ القطار. خذي وقتك، فقد كونوا بخير. بمن ستتصلي؟ بسعاد. الهاتف مغلق حالياً، الرجاء الاتصال لاحقاً. خديجة، هاتفها مغلق، هذا غير مطمئن. سنحاول الاتصال بها لاحقا. كان يجب أن تكون معنا. كم الساعة الآن يا خديجة؟ هاتفي فصل بطاريته. 8:30 مساء. الطريق لم ينتهي بعد، لكن اقتربنا. يا لطيف، لا أحب أن نفقد الاتصال مع أي شخص الآن. لا تقلقي، سنتجاوز كل شيء. قريبا سنكون هناك. من هناك؟ من يطرق بابي في هذا الوقت؟ إيه، أنا كلثوم جدتي، افتح الباب. كلثوم، فقد أرهقتني هذه الأصوات الغريبة. لبيس، شبيك يا خالتي عايشة؟ ويفتح للصفا باب الوداد. فلا خوف من الأيام يأتي، وما دمنا سويا في اتحاد. تفاءل إن بعد الليل صبحا، يبث النور في صمت الجماد. سنة سعيدة بالحب تحلو، وتكتب سعدنا بدم المداد.